يلا تعالوا نعمل مع بعض احلى فطاير مشلتته في الطاسه على البوتاجاز من فوق. هقول لكم ازاي تعملوها بطريقه سهله جدا من غير ولا عجن ولا خبز ولا فرن، كده على الطاسه كده في السريع من فوق. مش هتاخد مننا وقت اطلاقا، بكوبايتين دقيق بس، يعني ربع كيلو دقيق. كيلو دقيق بيعمل حوالي 8 كوبايات دقيق، احنا هناخد منهم كوبايتين 2 بس. هنعمل 4 فطاير مورقين كده حلوين، حاجه كده خفيفه تنفع للفطار تنفع للعشاء، الولاد هيحبوها قوي. تابعوني، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير كتير وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. يلا نبتدي. هنستخدم زي ما قلنا كوبايتين دقيق بس، دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق يعني. وهناخد ربع كوباية زيت وتقريبا نص كوباية مية. طبعا هنعجن واحدة واحدة، مش هندلقها كلها، ممكن ما نحتاجش الكمية دي كلها، ممكن نحتاج اكتر على حسب الدقيق ما هياخد معانا. احنا بننزل حبة حبة كده وننزل بيها على الدقيق. وربع بس كوباية، ربع معلقة ملح، معلقة صغيرة كده ممسوحة، أو نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. هنبتدي بقى نفضي الدقيق في بولة كبيرة ونحط عليه الملح الأول ونقلبهم عشان الملح يمتزج مع الدقيق. الوصفة دي مش هتاخد مني وقت خالص، في خلال ربع ساعة هكون مخلصاها. هنضيف الزيت الأول وبعد كده نبتدي نضيف المية تدريجيا واحدة واحدة، حبة حبة كده، ونبتدي نعجن. طبعا لما نعجن بإيدينا بيكون أفضل. نفضل ننزل بالمية واحدة واحدة لحد ما العجينة تبتدي تلم معانا، وابتدي بقى أعجن بإيدي. لو حسيت ان العجينة مثلا زودت المية فيها ممكن اضيف شوية دقيق تانية بسيطة. لو حسيت ان هي بتلزق او حاجة ممكن اضيف شوية دقيق بسيط. هي مش هتحتاج دقيق تاني، هي مجرد ما انا يعني الم فيها مرة واتنين كده خلاص هي كده تتظبط. طيب انزل بقى، نجيب كده سطح كده بقى ونبتدي ان احنا نرش على دقيق وننزل بيه بالعجينة. عايزة افردها كويس، كل ما كانت رقيقة كل ما التوريقة بتاعتها تبقى ألذ واكتر واحلى. عايزة السمك بتاعها يبقى رفيع على قد ما اقدر، مش عايزة السمك بتاعها تخين عشان ما تبقاش ايه، فيها قطع كده من العجين لازقة في بعض مش مستوية حلو. هفردها لو عندي نشابة او ممكن بايدي عادي. عندي زبدة بقى بدرجة حرارة الغرفة، او عندي سمنة. لو ما فيش ولا زبدة ولا سمنة ممكن احط شوية زيت، بس طبعا هي بالزبدة هتبقى ألذ. ابتدي بقى اخد كده وافردها، افرد السمنة فيها كلها او الزبدة فيها كلها. لازم افردها على العجينة كلها. الولاد هيحبوها جدا، وخصوصا لما الحاجة تتعمل في البيت بتبقى احلى بكتير من بره. بره طبعا احنا مش ضامنين نظافتها ولا عارفين ايه اللي محطوط فيها. هبتدي بقى اخد العجينة واقطعها بالشكل ده. هوريكم ازاي دلوقتي. هنبتدي نلمها على بعض بعد ما قطعتها لاجزاء كده، لان كل جزء ده لما يتلف على بعضه هيعمل توريقة، لان السمنة هتعمل عازل ما بين الطبقة والتانية.
هنبتدي نلم العجينة بالشكل ده على بعض. ما خدتش ولا وقت ولا اي مجهود، هما يا دوبك كوبايتين دقيق وشوية مية وشوية ملح، معلقتين زبدة، معلقتين سمنة، عندي معلقتين زيت مش مشكلة. هبتدي بقى ان انا اعملها، الفها بالطريقة دي واعملها كورة كده وادخلها بالشكل ده جوه بعض. خلاص كده بقت عجينة لينة جدا وطرية معايا. هقطع بقى العجينة دي كده كلها ل4 قطع، اللي هما ال4 فطاير بتوعي. هي العجينة ملسة جدا على فكرة وطرية جدا، مش بتلزق في الايد ولا اي حاجة. شايفين ازاي السمنة خلتها مورقة؟ وطريقة فردها كمان وطريقة تقطيعها. هنبتدي نلم كل كورة بالشكل ده ونحطها ترتاح شوية. انا طبعا هسيبها بقى في التلاجة لان انا حاطة فيها زبدة، فانا هسيبها في التلاجة عشان الزبدة تمسك شوية. كده كده لما تطلع هبتدي ان انا افردها، فعشان الزبدة ما تسيحش وتطلع منها انا هاخد ال4 كور دول واشيلهم في التلاجة شوية، يعني من 10 دقايق لربع ساعة. خلاص كده ارتاحت في التلاجة، طلعناها نبتدي بقى نشتغل عليها. اجيب واحدة واحدة بقى كده وابتدي ان انا ايه افردها كده بايدي. ممكن افردها بايدي، ممكن افردها بالنشابة. وادهن وشها زيت، ألمها تاني كده عشان كل ما هلمها كده هتفرق في التوريقة بتاعتي. طبعا عشان التصوير فبياخد وقت معايا طبعا لو انتي بتعمليها انتي في مطبخك هتاخد اسرع من كده بكتير، وايدك هتبقى اسرع مني. انا بعمل واحدة واحدة عشان يعني اوريكم ازاي الحاجة هتتعمل، لكن طبعا انتي ايدك هتبقى اسرع مني شوية لو بتعمليها في بيتك او في مطبخك. هي مش هتاخد وقت اطلاقا، من اول ما تدخلي المطبخ لحد ما تخرجي منه هي ربع ساعة بالكتير، ويطلعوا زي الفل باذن الله. انا فردتهم بالنشاب عشان انا عايزاهم يعني سمكهم رقيق، مش عايزاهم مليانين عجين من جوه. جبت بقى الطاسة اللي انا هبتدي احط فيها الفطير، دهنتها كده مسحة زيت بسيطة وفردت فيها الفطيرة. احاول افردها بطريقة كويسة عشان ما تبقاش ايه يعني مكلكعة كده من الجوانب. واحطها بقى على البوتاجاز كده من فوق، يعني النار تبقى واطية المتوسطة. افضل كل شوية اقلب فيها على كل وش كده يتشمع، اقلب الناحية التانية ياخد لون. شايفين اللون عامل ازاي؟ ما خدتش وقت خالص، يعني 3 دقايق من هنا مثلا او دقيقتين من هنا ودقيقتين من هنا، وكل شوية اقلب فيها. لو حسيت ان في حتة فيها ايه عجين احاول اقربها شوية للنار، يعني على حسب عيون البوتاجاز بتاعتي. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ طبعا لو حسيت ان هي ناشفة مني شوية انا ممكن بايدي مثلا شوية مية كده او معايا رشاش ممكن ارشها كده بسيط. ما تخافوش يعني مش هتعجن ولا اي حاجة خالص، بالعكس دي هتديها طراوة شوية. ممكن احطها
ألفها في شنطة وأقفل عليها، أحطها زي ما انتوا شايفين كده على فوطة وأقفل عليها. دي تخليها تحتفظ بالسخونية بتاعتها وتخليها طرية. نبتدي بقى نحضر حتة جبنة كده بشوية زيت زيتون بشوية زعتر وعسل اسود. يلا تعالوا بقى نشوف الفطاير بتاعتنا. شكل الجبنة يفتح النفس جدا، وشكل الفطاير شايفين شكلهم عامل ازاي، حلوين جدا وخفاف، مش هياخدوا مني اي مجهود خالص، ما خدوش اي مجهود، هيعجبوا الولاد قوي. يا ريت تجربوها، ولو عجبتكم اكتبوا لي على طول في الكومنتات رأيكم ايه. شايفين الفطاير مورقة ازاي، خفيفة وهشة، خفيفة جدا مش تقيلة، مش زي الفطاير المشلتتة بقى اللي هي بتبقى مليانة عجين من جوه اللي بتبقى موجودة في الفرن دي، لأ دي خفيفة جدا. بجد ريحتها تحفة تجنن وطعمها. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.